والحق نهار الجمعة وتعالوا نقول لكم قصة عيشة الحرشة المرشة. أول حاجة قبل ما بدينا حطوا لي داك اللايك الزين كيما نتوما، وصلوا سلموا على سيدنا محمد وقولوا تعرفوا القصة لأول مرة، وتابعوني لما تابعتوني وسمعوا القصة. قال لك حجيتكم ما جيتكم، ما كلت عشاكم ما خليتكم. هذا واحد الراجل متزوج لمرأة سميتها عيشة، ودي عيشة ما كان خاصها من الزين. وسبحان الله تقول لي كيفاش قبلت بواحد عميان، انه هذا الراجل عميان ما يشوف. عايشه من داك النوع اللي تقول انا ما نضيع سعدي، حاشا راجل جاني من ردو. وتزوجت معاه انسانه اصيله من كنتو زمان اللي تعرفوهم. المراه ما كانت تشرط كيما دروك، زمان المراه كانت تدي وتقول لك الرزق على مولانا، ولا مراه تدخل برزقها وما عندها مشكله كاع داك شي خدام وخدام زين شي عميان ما عندهم كاع حاجه. المهم تزوجت معاه وقالت خلاص يا الخيرة. وهو سبحان الله كان عميان البصر والبصيرة، زعما مو العميان عميان وتابع الإعاقة نتاعو، ما يخدم ما يردم لا قاعد هكا وخلاص، وباغي المراه وباغي الزواج وباغي كل شيء. المهم الطعيش هذه اش دارت، قلت انا الراجل هذا مسكين ما قد على شيء، يا اختي نوقف معاه ونخدم عليه، وفايدة الوحده مستوره وعندها راجلها، وتبارك الله الله يرزقني الوليدات ويرزقني كل شيء معاه، وتبارك الله. المهم راجل معايا، ولكن اللي دار مولانا مسكينه من الصباح تخرج وتقعد تحوط على الخدمه ناقصه، تروح تمشي للجبل وتمشي للجنه وداكشي، وتلقط الزيتون. كشو الزيتون كيكون طايح في التراب مع داكشي العشاب مع الاوراق مع التراب مع الحصى مع داكشي، قاعد قالت لك حراش ومسكينه من الخدمه. تلا نهار كامل تهمبر، كامل تابعه الخدمه، كامل تحوص كاش ما تجيب باش توكل راسها وتوكل راجلها. ومشى الحال وجا الحال، مشى الحال وجا الحال، كتب على مولانا تبارك الله وفتح عليها وحملت وجابت وليد تقول القمر طل وانا نطل، وبسم الله عليها وما قعدهاش. حتى داك الولد كي جابت ولا خرجت من النفاس قلت لك نتوع زمان والو كيما ضروك سبحان الله، ما عرفتها من ماكلتهم ولا انت واش رايكم. ونتوع زمان سبحان الله كانت الورا تولد حامله بشهرها انت اللي بغيت تولد فيه، تلقاها هزه السطله على راسها وهزه طبسي الغسيل وتمشي للجنه وتحك وتنشرق لك الحواله على العرق تنشفهم وتسوسم هذيك الطرا وتجي هابطه بهم. وحنا دركا وين بقيتي تقدي والله غير ما تقدي تحركي حتى بلاصتك وما تمثيل الصح دروك نساو بقاو قادين. ما عرفت زمان كانوا عايشين بصح، حنا دوك عايشين لا بليا اورت ولا شنو ما فهمت. المهم قلت لك المراه زمان قلت لك تولد من تنفس من تخرج، داك اللي دارت عايشه مسكينه. لا ولدت قلت لك هزت تركتها، خرجت من النفاس هزت تركتها تحط ولدها على ظهرها كيما كتشوف لك السواد ديك العفسه اللي دورها تبارك الله. داك كيف دير هزت تركتها تكرها في ظهرها وتروح تمشي تحوس على رزقها. قلت لك تلقط هذاك الزيتون وتخدم وتجي راجلها مبشوشه تبارك الله تضحك ما مرفدات وهم ما مرفدات. قلت لك منا ولا شي تجي تحط له ديك الشهريه فايدو كما راهم يديروا واحد النساوين، تلقاها تخدم الصيف والشتاء وكي تكمل جا ديك الدرايهمات واش تجبدهم من تعطيهم الراجل يدير بهم اللي بغا. هذاك اللي دايره عايشه. الا قلت لك عندها وحده صاحبتها كيما تقول دي يا عيشه يا اختي خدمي قدك يا اختي كبرتي بلا وقت، تقول ما كنتي يا اختي عيشي شنو هذا الشيء. هي تقول يا اختي واش نخدم على حد غريب، نخدم لا على راجلي وعلى وليدي والو يا اختي تبارك الله بنادم ما هو مخلوق ماشي عليه مخلوق الخدمه. ايه خدمي ما نقولك ما تخدمي، على خدمي لا على قدك. ها الرجاله ما دايما ما في ملامان. قالت لها يا اختي لا من الرجاله من ما في الغرباء، قعدي شويه خدمي شويه قعدي شوي، ما تقعدي لا تبع التعب، ديري حنينه ديري شويه مسيويك سرحي شعرك، تقعدي تتابع لا تقول الراجل العميان ما هو شايفك تديها من روحك، انت شايفه روحك نفسيتك الروح تبغي شويه خدمه يا اختي عايشه مو هكا. هي تقول لها والو حاشا فلان تبارك الله ما همه هالشي كاع، ما عنده هاد ما عندوش هاد العقد هادو ما عنده. ايوا قالت لها نشوفوا، لقاتها لا كيف قالت لها واش شوفي اش رايك، قالت لها نجربوه. قالت لها كيف نجربوه، قالت لها انت طوعيني وانا نخرج لك خبره. الا كان لقيتي ما كلامي، قالت لها بقيتي قاعد صاحبي بقيتي تتكلم معايا عرفتي عبريني انسانه بغيت تخسر عليك. سكتت شوي من بعد قالت لها خلاص اش ندير. قالت لها مشي ليه قولي له راني عيانه وبغي نمشي يومين نشوف بويا وما وتوحشتهم وبغي نطلع عليهم، اودي يومين انا نمشي نشوفهم ونرجع لك. قالت لها خلاص مشات. راحت عيشه راجله قالت له فلان اليوم انا قالت له هو المصيرف اللي جبتو اليوم، وانا دوك راني قالت لها ديت معايا شي واحد وماشي عند بويا وما نشوفهم انا عندي شحال. قالت لي مشوا وزيدني عييت وبغيت نتنفس شوي. وقال لها ما عليتك روحي تنفسي، واش بنادم هذا بغى يولي لا يخدم والو تنفسي ما عليتك لا روحي مسامحه لمولانا روحي شوفي بوك امك. مشات شوف بوها وامها قلت لك على اساس ويا راهي عند جارتها لا تما قلت لك في الدوره
لا الحيط في الحيط كانت تكلم وطرح ودنو يسمعها. قالت لها مشي قعدي انتي من وجاتو هو قالت له خبارك يا فلان؟ لاباس الحمد لله تبارك الله. يا خويا كيف هاد يومين؟ قلت لها راني نشوف فلانه ولا ماني نشوفها من يامس نطليها ولا ما كانت واش ما كاينه. هي قال لها مشات تشوف ناسها قالت لك عيات احسن عاونها ركا مني تنبر. لا قالت لي عندك واحد المراه مسلمين وخلاص. اوا خويا انت تقعد يومين بلا مراه راك باغي مريه تونس اقولكش والو. قال لا لقيتها لا باغيها. كيف ماني باغيها والو كان لقيتها باغيها. قالت لي ما عليك مراتك عليا. قال لها خلاص لا شوفها لي لقيتيها باغيها. قالت له خلاص مريكا. ايوا خلاص مشات ليها قالت لها على بالك راجلك؟ مشيت ليها واش قلت ليها واش قال لي؟ ايوا قالت لها بنيتي ما حسبتك تغدريني ضحكتي عليا خرجتيني من داري ورايحه تدبري المراه للراجل يا اختي وانا اللي. قالت لها استني سوليني شكون المراه. هي قالت لها شكون؟ قالت لها انت يا جايه صبري برك صبري لا تلوحي العين. ايوا قالت لها كيف مشات ديري؟ قالت لها تعالي. جابت لها بسينه نتاع ماء عمرتها ماء دافي دخلت لها فيه رجليها رغنتهم. قلت لك رغنتهم تين قالوا الحمد لله الجلده طلعت. ومن بعد تحك لها دوك الرجلين بالحجره حكتهم ما يعرفوا الحجره ديك اللي تنحل القشور حكتهم بها حتى طيحوا داك القشور كاملتهم. ودهنت لها رجليها قلت لك بالدهن الصفراء دهنتها درت لها صاشيات وخلاتها. وجات نفس الشيء قلت لك دارت لها في يديها. وجات لها لوجهها ما خلات لها زعفران وعسل وقلت لك ودرت لها السكر والزيت قشرات ونطبات وملسات بالدوام على داك الوجه. وقالت لها يلا دخلتها للحمام. قلت لك صقلتها حتى ولات قلت لك الماء لا هبط عليها هبط رطيبه مليسه مسقمه ولات عروس بنيه صغيره ولات. رجعتها لسابق عهدها قلت لك. وضربت لها داك الوقت الحنه ودرت لها الحمير وكحلت لها دوك الحواجب ودرت لها الكحل وفحفحتها درت لها العطور في دمجتها وضبطتها وسلمتها رجعتها عروس. قالت لها الصبر. مشات له قالت لي واش جات عروستك راه جبتها لك؟ ايوا قال لها. قالت لي ايه. ايوا قال الله يفتح عليك والله يعمل لك والله ضحكتي نمرت وما ننساها لك وكذا. وجات داخله للبيع عطاتو عروسته ومشات. خلاص قعد مع عروسته وفرح بيها وكل شيء. وفات ديك الليله كي جات غدوه الصباح جاتو مراتو لا تم على جهادك ما عارفه راه مرتو. ايوا قالت لي كيف يا فلان؟ قالت له كيف العروس؟ قال لها اش درتي فيا؟ قال لها الله يفتح عليك يا بنيتي. قال لها الله يعطيك تنمرت. قال لها ما شاء الله. قال لها حلسه ملسه ما هي ديك عيشه. قال لها الحرشه المرشه تخدم وتلايم تحسبني ليها دايم. قلت لك وخرجت فيه مراته. ايوا قالت له وانا حياتي كامله قالت له تعب عليك وانت قالت لي دي خبرك صار انت قالت لي راك شايفني لا عايشه الحرشه المرشه. ايوا قالت لي خلاص عليه. قالت لي ما كنت نحسابك هكا قالت لي ومن داك النهار قالت لك ولا تخدم لقدها واللي دخلت وشدوا عندها ما بقات تعطيه مصروفها كامل تقعد تطل ربحها لا التعب والشقه. وفي التالي قلت لك ما صدق القمريه اللي ضربها عليها بوحده وتعطيه مصروف وتعطيه ماكلته وتعطيه شراب وتعطيه فيه مولانا بصح ما بقات تعطيه كل شيء ليها ولا تهتم بروحها ولا تحب روحها ولا تعطيها وقت لروحها ويعطيها وقت لتركتها تلعب مع تركتها وتتكلم مع تركتها. اعطيها وقت لكل شيء مابقات عاطيتها للخدمه والدمير وناسيه روحها. وهذه كانت قصه عيشه الحرشه المرشه. المهم القصه راهي واضحه نظن ما فيها ما نشرح. ولكنها سبحان الله تعالج حاجه في حياتنا. شحال من مرة دق لها الصيف والشتاء تخدم وتدمر وناسيه روحها وناسيه جمالها وناسيه حنينتها وناسيه مسواكها وناسيه عطرها وناسيه ريحتها. كان ولات الخنز ما تشمو كاع من كثر ما خلاص ما عاد عندها في حاجه مسكينه ما عندها الوقت تجاره بين الدار وراجلها وبين الخدمه وباغيه لا فك وفي الساع وفي التالي الراجل تلقاها ضربها عليها بوحده تقول علاش يا اختي كيف ما يتزوج انت درتيه لا بانكه باغي دراهمك ما باغيهم بصح باغي التمره ما ولا قلت لك تهم بري نهار كامل جايبه تحطي لي الشهريه فيدو تحسابيه لك دايم مولانا يا بنيتي. الراجل يشدوا له اهتمام تشدوا المراه اللي تبغي روحها تشدوا المراه اللي تهتم بنفسها تشدوا المراه اللي عارفه قيمتها من المراه اللي تخدم وتلايم وحاسبتوا ليها دايم رحمه ودايم. قصتها كما قصه عيشه الحرشه المرشه. والسلام عليكم. ولا عجبتكم اللايكات والمتابعه
وتونسوا الناس غيرك عليكم وعلى البارطاج.